وتقريبا مفيش غير واحد بس هو اللي يقدر يعمل ده عشان هو عبقري وكاريزما جدا. This is my way. I like it. لا سوري مش ده. كليشيه النهارده ممكن يزعل ناس، ممكن يضحك ناس، ممكن يبقى حد قاعد مش فاهم اصلا بتتكلموا في ايه يا جماعه. ايه الهري ده؟ من فتره قصيره نزل اعلان مصري، رجعنا لقينا نفسنا فجاه بنتكلم عن البلاك فيس. ايه هو البلاك فيس بقى؟ هو ان واحد ممثل او ممثله يدهن وشه اسود عشان يقوم بدور واحد اسمر، وغالبا بيبقى شكل كاريكاتيري او مهين شويه، او يعني بيبقى شكل تريقه يعني. بصي لي في عيني، بصي لي في عيني. الله متلبشه ليه؟ يا اسطى متلبشه ايه اصل البلاك فيس بقى؟ مش متفاجئه طبعا، بدا في المسرح البريطاني ومستعمرات الاماكن يعني الانجليز كانوا محتلينها، كانوا بيعملوا موضوع البلاك فيس ده في المسرح بغرض الترفيه والضحك والكلام ده كله، وبغرض ايه؟ عنصري طبعا، لانه كان في شكل كلاوني كده في تقديم الشخصيات دايما اللي بتبقى دهنه وشها. كليشيه النهارده هو كليشيه البلاك فيس في الدراما العربيه. ما لقيتش بصراحه ترجمه لكلمه بلاك فيس. لما شفت الهجوم على الفنان الجميل سليمان عيد ما فهمتش، هو اصلا لونه غامق يعني، مالكم؟ استغربت. الست هانم بعتاني عشان اقول لك هاتي الاولى للي انت سارقهم منها. بس استغربت اكتر بقى لما شفت الاعلان ولقيت ان هم دهنينه اسود. انتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ مستر سليمان از نوت وايت. وات ار يو دوينج؟ الراجل كتر خيره فهم المشكله وطلع اعتذر. انا عامل الفيديو دوت علشان اعتذر لاخواتي النوبيين، وتمام يعني راجل كبير في السن، فكتر خيره انه بيحاول يفهم ويواكب البوليتيكال كوركتنس والقرف ده كله. في ناس بقى بتطلع تدافع عنه، وتمام مفهوم بيدافعوا عنه ليه. لا مش فاهماه انه ليه حد ممكن يطلع يدافع عن البراند. الرأسمالية عملت فيكم ايه يا شباب؟ طلعوا يقولوا ايه المشكله يا جماعه؟ ما الدور ده اصلا اتعمل في فيلم ونزل 2005. سنة 2005 بابا كان بيفصل النت عشان يكلم جدك على الارض. احنا في 2025 بابا ممكن يبعت لجدك ربنا يديله طول العمر قهوه من على التليفون، فالدنيا بتتغير. فاهم الفكره بقى؟ ان هو مش ده الاعلان الوحيد اللي نزل. يا ابوي الواحد ريقه نشف على ما جه من الصعيد مشي، ما اشرب لي شويه ميه. حتى الجله فضلت. كان في كرييتيف قاعد في بريفنج وقال يا جماعه احنا ننزل لاين اعلانات سليمان عيد يطلع بكل الادوار اللي عملها في حياته في السينما، وكده نضمن ان احنا نموت الناس من الضحك. اكيد الكرييتيف بقى نزل بوست بعدها قال لك I'm proud to be a part of this team ولا بتاع. والله معلش انا برضه قلت يعني انت بيضة وانا بيضة. يوه ما كفايه بوليتيكال كوركتنس بقى، ده حتى الهزار صعبتوه علينا. ما تسيبونا بقى نهزر ونضحك ومش قصدنا حاجه يعني، احنا بنهزر يعني عادي. طب اسمح لي اسالك اوسخ سؤال بيتسال على السوشيال ميديا، فين الضحك؟ وهنا هسال السؤال اللي حيرت مني، امتى الكوميديا تعتبر تنمر وامتى تعتبر افيه عادي؟ ها؟ وهل لو اللي عليه الافيه قاعد معانا بيتفرج تعتبر تنمر لازم ولا هيعدي الافيه ده؟ وهل انت ككاتب او كمخرج لو عارف ان هيخش لك الفيلم كلهم سود تفضل تكتب نفس الافيه، ولا هتفضل تشوف ان الافيه ده هيضحك كتير؟ خلف الاسوار لا يعرف الحين ان الموت طلع. عصبت شويه معلش. وبعدين الافيه ده رخيص قوي وقديم جدا، ده من ايام علي الكسار. على الجبال هي تشوفني قدامها وكل العفاريت اللي بالدنيا يرغبوك يا اسود الوش. علي الكسار كان عنده سلسله افلام كده دايما عامل ادوار شخص مش اذكى حاجه، سفراجي، عثمان، الحاجات دي. عاوز نقول لجنابك اننا خدام عند الحواجه اسمه لسه ما نعرفش اسمه. عارفين مين اللي قدم الشخصيه دي في السينما المصريه؟ توجو مزارحي. توجو مزارحي ده مخرج يهودي من اهم مخرجين السينما المصريه في اوائل القرن اللي فات. انا بقول بس مش عارفه يعني، مش قصدي حاجه، بس انا بقول يعني حبيت اعرفكم مين يعني اللي كليشيه ادوار صاحبي البشره السمراء بتلخص في 4 اشكال وما بتخرجش براهم، ورهان مش هتلاقوا غيرهم. والله لو لقيت غيرهم اكتب لي بقى في الكومنت. صاحبي البشره السمراء بيطلعوا في الادوار دي، يا اما بيطلع في شكل افيه، الكهرباء قطع جوه ولا ايه؟ يا اما كممثل بيبقوا حاطينه عشان يحطوا عليه افيهات، وده استسهال في الكتابه. اصل بص، اما تكون الكتابه ضعيفه اسهل حاجه تعملها عشان تضحك الجمهور هي كوميديا الصوت والشكل. في واحد تخين، واحد رفيع، واحد صوته مش عارفه عامل ازاي، واحد اسمر. خلاص سيد، ال4 دول يدهنوا اسود، دول هيعملوا العبيد اللي هيتعذبوا. عبيد ايه يا استاذ؟ انا طموحي اكبر من كده. ايه مالهم العبيد؟ مش عاجبك تدهن اسود؟ ما انا اسود اهو. ربنا يزيدك يا استاذ. كده هتضحك الجمهور بسهوله وتضمن شويه افيهات معاك ايه في السيناريو. فده اول شكل لدور حد اسمر في الفيلم. تاني شكل هو يبقى طالع في دور عامل، سواق، طباخ، واحده بتنظف، واحد صعيدي. هتشيلوني هتبقوا زماي من غير لي، زماي عز الدين بقى زماي سليم زي اي ماي. بواب، طباخ، سفراجي. اللي هاجم ده. وده في السينما المصريه والسينما العربيه عامه. فهو في مشكله في السينما العربيه رغم ان 15% من الوطن العربي اصلا بشرتهم سمراء، ولو ممثل اسمر ربنا كرمه وبقى بطل فده كسر القاعده، ده الاستثناء. وتقريبا مفيش غير واحد بس هو اللي يقدر يعمل ده عشان هو عبقري وكاريزما جدا. This is my way. I like it. لا سوري مش ده.
حته كوميديا كده افريكان امريكان. احمد زكي معظم ادواره بطل مكافح متمرمط. ايد الحكومه تطول ابعد مكان، لو هربت هياخدوني برضه، هكون السبب في اذيتكم. ما ينفعش ينجح بالساهل، او ما ينفعش ينجح اصلا. حياته مليئه بالصعاب والتحديات والبهدله والمرمطه. يعني اعتقد عشان نكسر الكليشيه ده محتاجين نشوف بطل اسمر عادي في دور رومانسي يغني لحبيبته. متولي شال جتة المقتولة بين دراعي. مش قادره الاقي بطل اسمر ما طلعش في دور فيه اكشن او معاناه او كفاح. احمد زكي ليه استثناء. احمد زكي بموهبته كده كده فرض نفسه كبطل، بس برضو لو ركزنا هنلاقي كل الافلام اللي بدا بيها في بدايته فيها كفاح. ان السينما كده بتقول لك ما ينفعش تبقى اسمر وناجح بسهوله كده، يعني لازم شويه معاناه. انت نسيت نفسك ولا ايه؟ او دور واحد فقير بيحاول يثبت نفسه وبيبدا من الصفر وبيكافح عشان يوصل. احمد زكي لو كان افتح درجتين مثلا كان زمانه فتح مستشفى امراض نفسيه مع الفنانه بوسي. اشمعنى كريم عبد العزيز واحمد عبد العزيز ومحمود عبد العزيز؟ اشمعنى عبد العزيز؟ كده قلنا 3 اشكال بيطلع فيهم ممثل الاسمر على الشاشه. الشكل الرابع ان هو يبقى اكزوتيك. يعني ايه اكزوتيك؟ مش عارفه. يبقى بطل فقير كده وشعبي كده واكزوتيك كده. محمد رمضان اصلا في بدايته كان كارف على احمد زكي. كل واحد امه تعمل له جمعيه يقبضها ويروح يعمل كليب. الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده مش في بلد. بس هو ما زال مزنوق في الادوار الشعبيه، الادوار اللي فيها كفاح، الادوار اللي فيها اكشن، الادوار اللي فيها وعزة جلالة يا باشا كنت هسلم نفسي، بس يعني قلت اجيلكم استحمى. الراجل ابن البلد الفقير اللي بيتخانق اللي بيضرب خدوم بالصوت، مزنوق في البطوله الشعبيه العنيفه دي. هل مثلا ممكن نشوف محمد رمضان في دور هادي ورقيق بيحب واحده وبيحاول يوصل لها؟ ما فيهاش بقى الدوشه، ما فيهاش الدوشه بقى، ما فيهاش الصداع ده كله. حتى لما بيحب في افلامه بيحب في اطار الجدعنه، يعني هو بيحب بجدعنه. فين الممثله اللي هتعمل الدور؟ ايوه حضرتك، انا اللي جايه اعمل الدور. انتي؟ ايه ده تخش بقى تدهنوها لي ابيض خالص لون الكوكايين كده. حضرتك انا كنت عايزه اعمل دور البطله دي، اول فرصه ليا، وكان نفسي اطلع في دور واحده سمراء جدا، وبعدين شوفوا لها لينسز بقى زرقاء ولا خضراء ودخلوها مع العبيد. العبيد الجواري البلوند. ايه المشكله؟ ما انت شايفاني بلوند قدامك اهو، مش عيب على فكره. ليه عمرنا مثلا ما سمعنا عن فيلم اتمنع عشان دهنين ممثل اسود في الفيلم؟ هو ده بيخدش حياء الاسره المصريه السمراء. هل ممكن يكون سبب ده ان اللي بيكتبوا وبيخرجوا معظمهم بشرتهم فاتحه، يعني فيكونوا اصلا مش حاسين بالمشكله؟ يعني متاكده انه في ناس كتير مش حاسه ان دي مشكله، وكده نستنتج ان البلاك فيس في الدراما العربيه هي كوميديا كسلانه، او حد عايز فلوس بسرعه يجيب افيهات ينزل السوق الناس تتفرج تضحك، او عنصريه بس ملفوفه كده بشويه ضحك. كل الحب والاحترام لاصحاب البشره السمراء داخل البلاد وخارجها. اشوفكم الحلقه الجايه.